السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اللي هي صوابع البطاطس الفرنسية. هي غير الفرايز خالص العادية. دي صوابع كده بتتعمل بجد جميلة جدا ومفيدة جدا، وطعمها مختلف تماما عن الفرايز العادية. ما تفتكروش ان هي بطاطس عادية، لا، هي طعمها مختلف تماما. ممكن تعمليها في اليوم كده كسناكس لولادك وبتاع وكده، او حتى سناكس ليكم وقت ما تكونوا جعانين. وعلى فكرة بتتعمل بشكل سريع جدا وجميل جدا. المهم يا جماعة ليها تكات عشان تطلع معاكم كويسة. تمام، لازم التكات دي تاخدوا بالكم منها. فتابعوا معايا الفيديو يعني وركزوا قوي في التكات اللي انا هقولها، لاني بجد كل تكاية ممكن تعملوها غلط البطاطس ممكن تطلع معاكم مش صح خالص. وممكن تبوظ منكم وتطلع معاكم طريه بدل ما تكون مقرمشه. هنا بتجيبي بطاطس، انا هنا ده نص كيلو بطاطس بتسلقيه. تمام، عايزه تحطي ملح في السلق، عايزه تحطي ملح وهي بتتهرس، تمام، براحتك خالص. مش عايزه تحطي ملح خالص، ممكن تعمليها من غير ملح وتطلع برضو جميله. هنا بعمل بقدونس على ما البطاطس تتسلق وكده. البقدونس ده هستعمله في حاجتين، هعمل بيه سلطه زبادي. انا بحب بصراحه اكل معاها سلطه زبادي، وبحب وعيالي برضو بيحبوا معاها سلطه الزبادي. سلطه بسيطه جدا. البقدونس ده بيتحط شويه في الزبادي وبيتحط شويه في البطاطس المهروس. هنا بجيب زبادي عادي جدا واحط عليه اللي هو معلقه جبنه سايله. مش عايزه تحطي جبنه سايله ما تحطيش يعني اسهل سلطه. اسهل صوص يعني ممكن تاكلي بيه. ممكن بالمايونيز بقى، كاتشب، اي صوص انت عايزه تاكلي بيه البطاطس اعمليه، بس انا بحب اكلها مع سلطه الزبادي دي. وبحط كمون، تمام، وشويه ملح، ونحط شويه يا اما شبت، بتبقى حلوه قوي بالشبت السلطه دي او الصوص ده. ماشي، انا هنا يعني خلاص قطعت بقدونس فحطيت عليها شويه بقدونس. ماشي، وده الصوص اللي هيتغمس بيه. عايزه تعملي صوص تاني، مايونيز على كاتشب، عايزه تحطي كاتشب بس، عايزه تحطي مايونيز، صوص جبنه، وهبقى اعمله لكم ان شاء الله باذن الله في فيديو براحتك خالص. هنا هنجيب البطاطس، وتعالوا بقى نتكلم في التكات المهمه جدا. اول حاجه، البطاطس لما تيجي تصفيها من الميه كويس جدا. كل ما البطاطس اتصفت من الميه كويس وما بقاش فيها ميه، كل ما هتقرمش معاكي في الزيت. فخلي بالك من الموضوع ده واهرسيها كويس جدا. في فيديوهات كده شفتها ان هما ساعات بيهرسوها في المصفى. ماشي. المهم هتقعدي تهرسيها كويس جدا. هتقعدي تهرسي فيها يجي نص ساعه، المهم ما يكونش فيها اي تكتلات. تمام. هنا هاتي التوابل اللي انت عايزاها. ممكن تحطي يعني ملح وفلفل بس، ممكن تحطي فلفل اسمر بس عليها. هتطلع حلوه، هتطلع حلوه، لانك انت كده كده هتحطي معاها بقدونس وهتغمسيها بصوص. ف يعني براحتك، عايزه تتبليها تبليها. انا هنا عملت بابريكا وعملت هنا بودره ثوم. التوابل اللي انت عايزاها، مش لازم ترتبطي بتوابل معينه. ماشي، بس بودرة الثوم تبقى حلوة جدا عليها. وهاتي شوية ملح، يعني التوابل دي لو حطيتيها تبقى حلوة، لو ما عندكيش توابل برضو مش مشكلة. هاتي شوية ملح وشوية فلفل اسمر وخلاص. ماشي، هنا بابريكا، بودرة ثوم، ملح، فلفل، لان انا ما كنتش حطيت ملح في السليق. خلي بالك ان يعني من الموضوع الملح، لان البطاطس بتمتص الملح. فخلي بالك ان هي ما تبقاش، بالذات البطاطس المهروسه بتمتص الملح كويس جدا، فخلي بالك ان هي ما تبقاش حادقه. ماشي، هنا بقى الخطوه المهمه، تغرقيها نشا. تحطي شويه في ناس بيعملوها، يعني في فيديوهات مع الفرنسيين يعني هتلاقوهم بيعملوها بنشا بس. هنا انا بحط نشا ودقيق. خلاص، وقلب قلب قلب وعجيني كويس جدا بحيث ان هي تبقى معاكي عجينه. يعني تبقى عارفين يا جماعه لما بتعملوا البنين كده، عجينه البنين هي بتطلع معاكي عجينه، ما تبقاش ما تبقاش فيها اي نسبه طراوه جامده. قصدي سايله. تحوليها العجينه. حتى هنا انا سرحت وجبت البتاع عشان اعرف اعجن كويس، فبعدت عن الكاميرا. وهنا تحطي شويه بقدونس وتقلبي برضو العجينه بالبقدونس كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه ما يكونش فيها اي تكتلات. اهم حاجه ان انتي تهرسيها كويس جدا جدا جدا. لو عايزه تهرسيها على البوتاجاز بشويه زبده ممكن. هنا بقى بتجيبي ورقه زبده. ماشي، في ناس بتستعمل اكياس بلاستيك عادي جدا المتوفر عندك. ماشي. وتقومي فرداها. في ناس بتقوم جايبه اكياس بلاستيك من هي اكياس التلاجة دي، تمام، وتقوم فرداها جوه. يعني افرديها في اي حاجه. تقوم حطها جوه وتقوم فرداها. انتوا هتشوفوا الخطوه دي انا ليه بعملها كده اهو. بحط ورقه الزبده عليها، مش شرط ورقه زبده،
يعني ممكن تجيبي كيس بلاستيك وتحطيه فيها وتفردي، بس ايه هو ده كله عشان نفرد العجينه نخليها رفيعه. انا بصراحه بحب ان العجينه تكون رفيعه قوي. عايزه تخلي فيها لحم شويه ممكن، يعني عايزه تخليها صوابع مدوره كده فيها لحم، مفيش اي مشكله. تمام. انا بحبها اصلا اعمل الصوابع مربعه عشان بتطلع معايا قرمشه ايه اكتر. خلاص. انما هي اصلا لو شفتي فيديوهات كتير ليها هتشوفي فيديوهات ان هما بيعملوها كده مدوره وبتبقى جميله برضو، بس انا بحب بصراحه اعمل الصوابع ايه مربعه عشان بتديني قرمشه ايه اكتر. هنا بتعملي الزوايد، عايزه تاكلي بقى الزوايد دي بعيش، عايزه تعملي بيها عجينه تانية تمام، بس هو هنا احنا عشان نعمل بقيه العجينه ايه صوابع. بصوا انا هنا مكبره الصوابع، انت ممكن بقى تصغريها، ممكن تتخنيها، ممكن تخليها اللي هي مدورة، ممكن تخليها مربعة. انا بصراحة بحب ان البطاطس تكون مربعة ورفيعة علشان تديني اكتر قرمشة. وهنا بتحطي العجينة من ضمن الحاجات، حطي العجينة ربع ساعة ماشي مثلا في الفريزر او حتى في التلاجة ربع ساعة، بحيث ان هي تاخد شوية سقوعية، لان ده برضو اللي هيخليها تقرمش كويس في الزيت. تمام. دي تكاية مهمة، حطيها في الفريزر مثلا او في التلاجة تحت رف الفريزر ماشي ربع ساعة. خلاص. وتحمي الزيت كويس جدا، دي بتبقى عايزة زيت يعني حامي كويس جدا. تمام. وايه انا بجرب كده حتة صغيرة في الزيت، اول ما ابتدي ان هي تعمل الطش ده، شايفين؟ تعمل الطش ده على طول. تمام. وما تقلبهاش على طول، هنا انا قلبتها بعد شوية ماشي. ما تقلبهاش على طول، لو لقيتيها لزقت في بعض مش مشكله، شويه وهتفك. المهم يا جماعه خلي بالكم جدا من التكات دي، لان التكات دي اللي بتفرق في الايه في البطاطس. خلاص. اول بقى ما تحسي كده ان هي ادت لون ذهبي طلعيها عشان ما تتحرقش منك. وهنا اهو صوابع بطاطس صغيرة. هنا ولادي كان جم ملحقتش اصور فيدوبك صورت كده بسرعة الشوية المتبقيين دول. حتى بصوا اللي هو انا صورتهم هما خدوا الطبق في الصالة خليهم ياكلوا يعني. وقمت بقى عاملة شوية بطاطس تانيين اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو اللي هو عشان يدوا الايه القرمشة، بس شوية البطاطس تانيين انا كنت عاملاهم مدورة شوية بحيث ان اهو دول مدورين شوية بحيث ان انا ايه اكون عملت الفورمين ومقرمشه وجميله، وطلعيها باللون اللي انت عايزاه. دول اغمقوا مني شويه مش مشكله. بجد يا جماعه مفيده وجميله، ويعني لو التزمتوا بالتكات دي هتطلع معاكم مقرمشه وجميله. اهم حاجه تلتزموا بالتكات اللي انا قلتها في الفيديو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.